السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزين اسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في الفيديو تاع اليوم راح نديروا البوريتو. هنا اول حاجه كما راكم تشوفوا نبداو في الكاسرونه هذه. نديروا شويه تاع مارغرين ونزيدوا معها الزيت باش نبداو نطيبوا الرز. نقرعوا المارغرين هنا حتى تذوب كما راكم تشوفوا، حتى تذوب كامل مع الزيت. ونبداو نزيد 2 مغارف كبار نتاع لا طوماط كونسونطري هذه، وثاني نتقليها مليح. بعد ما تقلات كما راكم تشوفوا راح نزيدو كاس تاع رز. انا عبرت بهذا الكاس، ونبدا نخلط فيه مليح، يعني نخليه شويه يتقلى مع الطماطيش والزيت وكامل. الرز هنا باينه اول حاجه لازم نغسلوه باش نطيبوه به. ندير لي زيبيس هنا كما راكم تشوفوا، درت شويه تاع راس الحانوت. لي زيبيس هنا اختياري، تقدروا ديروا كيما تبغوا. نزيد شويه تاع فلفل كحل، الا كان عندكم فلفل احمر تقدروا ديروا. شويه تاع كركم، ونزيدوا الملح ما نساوهش. كل رز يبغي الملح، ثم لازم نديروا له كميه مليحه تاع الملح. وكمان نخلطهم ونخليهم كامل يتقلاو مع بعض. بعد ما تقلاو راح نبدا نمرق فيهم. راح ندير 2.5 كيسان تاع الماء يكون سخون كما راكم تشوفوا، 2.5 كيسان، ونقص لها الغاز ونخليها تطيب. فيما في كسرونه واحده اخرى راح نبداو نطيب الدجاج. انا اول حاجه راح ندير شويه تاع المارغرين وشويه تاع الزيت. نستناهم حتى يذوبوا، يعني حتى يذوبوا مليح. من بعد راح نجيب الكميه تاع الدجاج اشي، هذا بولي اشي، ونخليه يطيب. هو ماما هذا يجيب لي زيبيس، انا هنا زدت له غير شويه تاع ملح. وخليه يتقلى مليح حتى يطيب. نزيد هنا شويه تاع فلفل كحل، ثم ما درتش لي زيبيس، درت غير فلفل كحل والملح، هذا ما كان. خليتهم في زوج يطيبوا. الرز راه يطيب على جهه والدجاج راه يطيب ثاني على جهه. راح نبدا هنا نقلي البطاطا مقليه، ثاني نحتاج شويه تاع بطاطا مقليه كما راكم تشوفوا في الزيت. درت البطاطا تقلى، درت حوالي 2 حبات 3 حبات على حسب ما تحتاجوا نتوما. قليت البطاطا كما راكم تشوفوا وخليتهم كامل يطيبوا. خليتهم يطيبوا على جهه، وحنا هنا راح نبداو نوجدوا لاصوص هذه اللي راح تجي بزاف بنينه مع البوريتو هذا، يعني تقدروا تاكلوا بها البوريتو هذا. اول حاجه درت زوج قواط ياغورت ناتشور، هذا ياغورت طبيعي. انا درت 2 قواطه كما راكم تشوفوا. تقدروا ديروه على حساب الكميه اللي عندكم، تقدروا ديروه غير بقوط واحد. درت هنايا الفرماج، درت حوالي 4 حبات ولا 5 حبات تاع فرماج تاع مثلثات. زدت هنايا عصرة نتاع القارص نتاع الليم. ونبدا نخلط بالبراميكسور حتى يطلع لنا على شكل كريمه. نخلطها مليح حتى يطلع.
بعد ما وجدت كامل كملت كاع وجدت الصوالح كيما راكم تشوفوا. الرز راه طاب، البطاطا مقليه طابت. اول حاجه درتها هي هذيك لاصوص اللي صنعناها، تقدروا ديروها ولا تقدروا يعني تغمسوا فيها مع التالي. درت كميه مليحه نتاع الرز، نزيد ندير شويه تاع الدجاج فوق الرز. بسلاطه ولا طوماطيس كيما تبغوا ديروا فيه. زدت ثاني شويه تاع بطاطا مقليه، درتها في الخبز نتاع الطاكوس كيما راكم تشوفوا. نزيد من الفوق فرomاج غابي، فرماج رابي هذا. ونبلعها بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نكمل كامل الحبات تاوعي بنفس الطريقه، نعمرهم كامل كيما راكم تشوفوا. نتحصلوا على هذا الشكل، يعني يجي معمر ويجي بزاف بنين، يجي شباب ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم. بعد ما كملت كامل عمرتهم راح نبدا نحمرهم. درت هنا في المقله شويه تاع الزيت باش نبدا نحمرهم، باش يجونا محمرين كما راكم تشوفوا. نحط كامل الحبات اللي خدمناهم، نحط كامل الحبات اللي خدمتهم ونحمرهم. نقعد نقلب فيهم حتى كامل يحمروا على كاع الجوايح كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل تاعها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. قدمت شي حبات هكا بالالومنيوم يعني باش يشدوا الحراره تاعهم، يجي بزاف بنين. جا بزاف هايل، ان شاء الله تسيو ويعجبكم. حطيت قدمته مع هذيك لاصوص اللي خدمناها، تقدروا تقدموه بها تاني. وهذه كامل الكميه اللي قطعت يعني دارت لي كميه مليحه. هنا كما راكم تشوفوا تقدروا تاكلوا كيما هاك، ديروا فيه لاصوص وتاكلوه، جا بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، جا بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء، ما تنسوش ديروا جيم في لا فيديو والى